بات بإمكان ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء استضافة مباراتين في يوم واحد بعد الإصلاحات التي خضع لها، وخاصة من جانب مستودع الملابس. ويفتتح ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء أبوابه لفريقي الرجاء والوداد بنسبة كبيرة نهاية شهر مارس الحالي، بعد إصلاحات استمر لمدة سنة كاملة. وخضع ملعب محمد الخامس لعدة إصلاحات عدة همت عدة جوانب، منها العشب والحلبة المطاطية والكراسي والمدرجات والمستودعات والإنارة والمرآب والبوابات، وحتى الملعب الملحق وتجهيزه بمطع. وفي هذا الصدد تم تجهيز الملعب ب4 مستودعات ملابس، مما يعني معه أنه يمكن إجراء مباراتين في يوم واحد وفي ظرف زمني لا يتعدى الساعة الواحدة. وكان ملعب محمد الخامس يتوفر على مستودعين فقط، مما كان معه يستحيل معه إجراء مباراتين في يوم واحد، حيث يجب انتظار خروج فريقين حتى يتأتى لفريقين آخرين الاستفادة من مستودع ملابس. وفي سياق متصل، بات ملعب محمد الخامس جاهزا لاحتضان مسابقة عالمية في ألعاب القوى، بعدما جهز الملعب بحلبة مطاطية أولمبية. ومن الأمور التي يجب التنويه بها هو تخصيص مطعم في البناية التي يحتضنها الملعب، وهي خطوة سيكون فيها الجميع رابحا عبر توفير مدخول يومي للقيمين على الملعب من جهة، ومن جهة تمكين ساكنة البيضاء من إطلالة على مساحة خضراء وعلى ملعب عالمي دون ارتباط ذلك بمباراة دولية أو عن مباريات البطولة.